أخبار مذهلة للجمهوريين بعد انتخابات ليلة أمس. السيد فاز في ميشيغان. أنت عارف الراجل الإسلاموي المجنون اللي على الإنترنت اللي بيحاول يخلي الكل يدعم أفكاره عشان يكون أول مسلم في مجلس الشيوخ، مدهوم من ناس زي سنيكو وحسن بيكر ومحمد ديان، كل الأصوات المجنونة على الإنترنت اللي يتمنوا أمريكا تتسيطر عليها الشريعة الإسلامية. وأنا عارفة أنك بتسأل نفسك، طيب ليه ده خبر كويس يا ميرا؟ ليه أصلا ممكن نحب حد زي ده يكسب؟ هقول لك ليه. لأنه كان بينافس واحد كان معتدل أكتر بكتير. ومع إن ده مش خبر كويس لميشيغان، إن المدينة مجنونة تماما ومستعدة تنتخب الراجل المجنون ده، بس الخبر الكويس هو إيه؟ لما الإسلاموي المتطرف ده يواجه خصمه الجمهوري. كمان شوية شهور الخصم الجمهوري عنده فرصة أكبر بكتير إنه يكسب، مقارنة لو كان بينافس المرشح الديمقراطي المعتدل الثاني. وعشان كده أنا مبسوطة من ده، لأنه مرة تانية عندك الإسلاميين المجانين دول اللي الناس بتنتخبهم في مناصب السلطة، وده بيفكرنا كلنا إننا فعلا بنواجه حاجة جدية، وإنهم فعلا ناويين يستولوا على الأمور. ممداني ما كانتش ظاهرة فردية، دلوقتي بقت نمط بيتكرر. ولو فعلا نفسك تنقذ أمريكا ما ينفعش تقعد تتفرج بكل برود وهما الناس دي بتوصل للسلطة. لازم تدرك إنك محتاج ترد وتقاوم، وده اللي الجمهوريين ناويين يعملوه. بس دي ما كانتش الأخبار الحلوة الوحيدة اللي حصلت امبارح، لأن كمان كوري بوش خسرت قدام ويزلي بيل، وده كمان خبر كويس. احنا كان عندنا كام يوم حلوين واحنا بنتابع المرشحين المجانين دول اللي بيدفعوا بأفكار مجنونة وكارهة ومحبطة، إما بيتشاروا من الطريق أو بيتحطوا في مناصب سلطة، وده معناه إنهم في الآخر هيخسروا المناصب دي. ويا جماعة لازم تفهموا مين هم مؤيدين الناس دي. أكيد دلوقتي شفتوا تحقيق نيد فريدمان عن ديربورن ميشيغان، سمعتوا عن ديربورن ميشيغان إزاي هي في الأساس مدينة إسلاموية بتحاول تسيطر على ميشيغان، بس شفتوا نيات كشف عن ناخبين السيد. يعني بس شوفوا ده، احنا في نيويورك وبنعمل فيديو على يوتيوب عن الانتخابات الجاية بين ستيفنز وسيد، واحنا بنسأل الناس يفضلوا مين. أيوة انت تفضل مين فيهم يكسب؟ انت شايف ايه يا اخي؟ انا عربي، انا لبناني، صح؟ أيوة ستيفن مع ابيك. هي كده؟ تمام، اكيد هي أيوة. كده. هي أيوة. تاخذ فلوس من، واحنا مش بنحب ايبكس. أيوة. وليه مش؟ انت ليه مش بتحبها؟ انت ما عندكش فكرة، انت بس فاكر ان اليهود هم اللي مسيطرين على أمريكا. السبب اللي خلاك مش بتحب إيباك هو انك عارف ان كل حاجة الإسلاميين بيلوموا فيها اليهود أو إسرائيل هي في الحقيقة استراتيجيتهم هم نفسهم، لأن الكيان الحقيقي اللي بيحاول يسيطر من وراء الكواليس وبيعمل أضرار سياسية كبيرة هو كيانات زي كير، يعني مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية والحاجات دي. ده زي ما انت عارف مجموعة سياسية مدنية لطيفة جدا وكل الناس بتحبها وبتعشقها، لكن في الحقيقة بتدعم الإسلاميين والإرهاب، في حين إن إيباك هما يهود أمريكان بيؤمنوا إن دعم إسرائيل حاجة كويسة ليهم. في فرق كبير جدا، بس طبعا هما دايما بيمرروا استراتيجياتهم الخاصة وبيحملوا اليهود المسؤولية. ممل جدا في بلدنا. ايوه. ولما بتقول ان ايباك مسيطرة على بلدنا، يعني هم بيعملوا ايه بالظبط؟ للي مش عارفين، لان الناس بدأت تصحى للموضوع، صح؟ يعني هم بيشتروا السياسيين، أيوة. والسياسيين هم اللي بيصوتوا على كل حاجة. يعني عشان السيد مش بيتشترى، طبعا مش مدعوم بعجبات مجنونة، طبعا لا، يعني ده راجل فعلا بيدعم الإرهاب زي ما هتشوفوا كمان شوية. أيوة صح، يعني لو اشتريت سياسي وحصل موقف في حاجة لصالح إسرائيل هتقول طبعا هتصوت لصالحها وهتحاول تمررها. وفي حاجة معينة نفسك تشوفه يعملها لما يبقى سيناتور؟ يعني حاجة محددة بتتمناها؟ لا، بس يهتم بأهله، يهتم بشعبه. أيوة. مش مهم لو كنت يهودي أو عربي أو أي حاجة. أيوة. بس اهتم بيهم، ما تاخدش فلوس زي ما الكل بيعمل هنا في البلد دي. تمام. عارفة دي المشكلة. أيوة. كل الناس بتاخذ رشاوي، وكمان فلوس كتير يا صاحبي، مش $10 يعني. لا، ده حوالي 40 مليون. أيوة. دي فلوس عارف كتير. إنها فلوس كتير قوي. أنا كنت بدور، أنا كنت بقرأ عنه، فعارف جزء من سبب جينا لديربورن كمان إنها مكان مثير للاهتمام، لأنها أول مدينة فيها أغلبية مسلمة في البلد. صح. أيوة. وأنا مش حاسس كده. يتوثق بشكل صحيح. يعني أنت عايز تتوثق غلط. لا، أنا عارف، هو ده اللي بقوله، عارف، مش بشكل صحيح. كل العرب عايشين هنا. صح. العمدة هو عربي والمجلس أغلبه عرب، عارف؟ أيوة. وانت بتقول دول ان ده أصدقاء فعلا اللي حاصل. شخصيين لي. مجلس مريدة. أيوة. المحل ده بقاله 70 سنة هنا. طيب بصي، احنا مش هنضيع وقتنا في الموضوع ده، روحي شوفي تحقيق نت فريدم. بس طالما بنتكلم عن الناس اللي بتدعم أمثال السيد هتتفاجئي لما تعرفي إن الرائع حسن بايكر، تعرفي الراجل الشيوعي ده اللي بيؤمن إن أمريكا كانت تستحق أحداث 11 سبتمبر وعايزك تنزلي الشارع وتسفكي دم الرأسماليين، وده اقتباس
مش رأيي أنا طبعا. طيب هو يا للمفاجأة كان داعم كبير للسيد. بس قبل ما ندخل في ازاي حسن بايكر بيدعمه، عايزة أفكركم مين هو السيد لو لسه مش عارفينه. يلا نشوف الفيديو ده من كولوي أوتسو بوليتكس اللي شاطرة جدا في الحاجات دي، لازم أقول. يلا نتعرف على بيتش الحقيقي اللي كسب الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ امبارح في ميشيغان، واللي حسب كشاي غالبا هيبقى عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي في نوفمبر. عبدول السيد هو قال إن أمريكا تأسست على فكرة العنصرية والإبادة المنظمة للشعوب الأصلية بعد ما أخو إرهابي SHO ضرب نار على حضانة أطفال في ميشيغان. قال الناس المجروحة بتجرح غيرها. تمام. هو عمل حملة انتخابية وصاحب مقرب جدا من حسن بايكر اللي قال إنه أمريكا كانت تستحق أحداث 11 سبتمبر وإنه دم الرأسماليين لازم يسيل في الشوارع. هو بيسمي نفسه طبيب بس ما عندوش رخصة لممارسة الطب، وسمى الشرطة خنازير فاشية، وكمان هو مليونير في السر بس بيكره الأغنياء. ولما الدكتاتور الإسلامي مات في مارس اللي فات رفض يتكلم عن الموضوع لأنه قال إن الناخبين بتوعه في حالة حداد. جوز أخته كمان مرتبط ارتباط وثيق بجماعة الإخوان المسلمين، وحملته الانتخابية حولت 75,000 دولار لجمعية غير ربحية يملكها قسيس أسود علشان يشتروا أصوات السود، يعني أيا كان. وبالنسبة لسياساته هو عايز يلغي إدارة الهجرة والجمارك ويديه ميديكير للجميع، ده معناه إنهاء التأمين الصحي الخاص، وكل مرة اتجرب فيها النظام ده فشل بشكل كبير وسبب تدهور جودة الرعاية الصحية. هو عايز يفرج عن المساجين بشكل كبير ويطلع المجرمين من السجون، وبصراحة هو ما عندوش خطة يصلح بيها أي حاجة، هو بس عايز يهدم ويدمر المؤسسات الأمريكية، لأن ده هو اليسار الجديد ضد أمريكا. برافو يا ديمقراطيين، انتوا بتسعوا وبتصوتوا لنهايتكم بنفسكم. وعلى اليمين في مايك روجرز، خدم في الجيش والFBI والكونغرس، قضى سنين بيطارد الإرهابيين وجاب أسامة بن لادن للعدالة. في الكونغرس قلل الضرائب ووسع الوصول للرعاية الصحية للفقراء، وقلل القوانين والضرائب على الشركات الصغيرة في قطاع الطاقة، وهو بيحب أمريكا. لو كنت عايشة في ميشيغان ما كنتش هختار الراجل اللي متعاطف مع اليمين. معادا إن المشكلة دلوقتي إن ميشيغان بقت أغلبها مسلمين، مش ميشيغان نفسها، ديربون والأماكن دي بتكبر وبتزيد أكتر وأكتر. وعشان كده لازم الناس اللي مش عايشين في ديربون ميشيغان، يعني الناس اللي يقدروا يفكروا بعقلهم، يخرجوا فعلا ويحاولوا يعملوا فرق وينتخبوا الناس اللي هيفيدوا أمريكا بدل الناس اللي عايزين يدمروا. وإحنا قلنا اتكلمنا عن الدمار، صح؟ أنت عارف الدمار والناس اللي بيدعموا الناس زي السيد إيه اللي بيمثلوه وبيؤمنوا بيه فعلا. يعني أنت عارف عن حسن باكر، صح؟ يعني لو كنت بتتساءل هو فعلا هنا قدامك. انت حرفيا جزء من القعده. انا حرفيا اكتر سياسي بسيط في اللبس في تاريخ امريكا. ده اللي اليسار بيعمله. بص احنا منكم، مليونير مسلم، لا مش واحد منكم. ودايما انا لا بس اسمع اللي حصل. انا فعلا احنا عملنا كل الحاجات دي. عارف دايما في ناس بييجوا على البث بتاعي، بس لما انت قلت لي يلا نروح نعمل دعايه انتخابيه انا ما كنتش فاهم ان ده موضوع مختلف. ده عالم تاني خالص. ما كنتش متخيل ان الاعلام هيعتبره حاجه مختلفه تماما. بصراحه وبعد كده حد كان متوقع ان الاعلام هيحاول كده، يعني كان في حاله هلع كامله على كل القنوات. انا مرحبا، مش كل القنوات، احنا ما اهتمناش كفايه عشان نتكلم عن الموضوع. بس بص شايفه هما هنا أصحاب جدا، داعمين لبعض، بيحبوا بعض، بس في جدل تاني صغير حوالين السيد. يمكن بعضكم عنده آراء عنه. مرشح مجلس الشيوخ في ميشيغان عبد السيد بيقول إن كل فيديو تالت على التايم لاين بتاعه في انستجرام بيكون لموديل من اونلي فانز وبيحمل الخوارزمية المسؤولية. أنا بلوم الأسلم. يعني لو أنت على انستجرام، فريق يقدر يدخل على حسابي على انستجرام والحاجات اللي فعلا ببص عليها على انستجرام، صح؟ طبعا الحاجات دي بتظهر لي في صفحة ليك، بس بعدين كل تالت فيديو بيتقلب لوحده بيطلع لي واحدة من الموديلات اونلي فان، وده عشان هو عارف اني راجل في الأربعينات من عمري. كبن شابيرو. أنا متأكدة إن حساب انستجرام بتاع بن شابيرو مش مليان موديلز من اونلي فانز، وده مش عشان هو راجل في الأربعينات من عمره. الموضوع ليه علاقة بالحاجات اللي بتعجبك والحاجات اللي بتقف عندها والحاجات اللي بتتفرج عليها. وبصراحة ده اعتراف محرج شوية، مش شايفة كده؟ إنك بتحب تتفرج على بنات عريانين أونلاين. ده مش الطريق الصح اللي المفروض تمشي فيه. بس يا جماعة كفاية كلام عن عبد السيد. انتوا سمعتوا من كلوي هو قد ايه شخص حقير. انتوا عارفين انه خطر. انتوا عارفين مين اللي بيصوت له، ناس بتدعم الإرهاب وإسلاميين متطرفين من دير البلح ميشيغان. انتوا عارفين ان حسن باكر بيدعمه، بس مين كمان حسن باكر بيدعمه؟ مش هتتفاجئوا لما تسمعوا ده. كوري بوش اللي الحمد لله خسرت امبارح. يعني دي كوري بوش ودي أفكارها. كل اللي عملوه إنهم خلوني أتطرف أكتر، ودلوقتي هم اللي لازم يخافوا. شوفوا دلوقتي هيشوفوا كوري تانية، الجانب التاني ده هو اللي بيعمل كده. دي كوري خسرانة، بس حبيت أوضح عشان خليني أقول حاجة. أنا كبرت كتير جدا في الأسابيع اللي فاتت، كبرت بطريقة مختلفة تماما، واللي هيشوفوه مني دلوقتي
مفيش حاجة بتحصل في حياتي بتحصل من غير سبب، فلو ده حصل يبقى كان لازم يحصل. وخلينا أقول دي خطاب هزيمتها على فكرة. خدت بالك إنها لسه ما قالتش أي حاجة عن المضمون الحقيقي؟ أيوة، مش مفاجأة يعني، عشان الشغل اللي محتاجة أعمله. وخلينا أقول كده، أبيك أنا جاية أهد مملكتكم. يعني بجد الموضوع كده؟ ده قليل الذكاء جدا. ده أبيك هو السبب أحيانا لما الناس بتكسب، وأبيك ما كانتش مع المجموعة دي، بيبقى كأن أبيك انتوا بتتهزموا. ولما الشخص اللي أبيك بتدعمه يكسب، بيبقى كأن أبيك مسيطرة على كل حاجة. ده فعلا شيء مثير للشفقة، فعلا مثير للشفقة. بس طبعا ده شخص حسن بيكر كان بيدعمه وبيحبه، لأننا عارفين إنه عنده مشاكل. والخبر كويس إن ويسلي بيل الشخص اللي تم اختياره فعلا كويس. ده حسن بيكر مع كوري. أنا معجب جدا. شخص رائع، كوري بوش اللي فعلا مقاتلة مذهلة. مش هتقلل من كوري بوش هنا. يعني هي بس هتخسر، وده كل اللي محتاج تعرفه. والحمد لله ويسلي بيل كسب. هو كان جزء من مجموعة السكواد اللي ضغطت على قيادة الديمقراطيين من اليسار. ويسلي بيل كان متوافق أكثر مع قيادة الديمقراطيين، فرسالة كوري بوش ما نفعتش هنا، وهديك تلميح ممكن ليه ده حصل. ويسلي بيل وحلفائه سيطروا على الإعلانات في التلفزيون بنسبة 27-1 حسب آد إمباكت. ده جنين، فعلا جنين. وخلاص اللي حصل. في أخبار حلوة وفي أخبار وحشة. الأخبار الوحشة إن لسه في ناس مجانين في أمريكا بيحاولوا ينتخبوا ناس مجانين زيهم، وفي ناس مجانين بيستغلوا ده وبيمولوه. ولا أنا مش بتكلم عن إيباك، أنا بتكلم عن الإسلاميين ودي والجماعات المجنونة اللي بتحاول توصل للسلطة. الأخبار الحلوة إن الجمهوريين ابتدوا ياخدوا بالهم وبقوا يقدروا يشوفوا بعينيهم. وعشان كده لو هم فعلا بيشوفوا وبيراقبوا بعينيهم، انزلوا وتأكدوا إنكم عارفين أنتوا بتعملوا إيه. أنتوا بتحاولوا تعملوا تغيير علشان الأسلامة والشيوعية ما يجوش ويدمروا أمريكا والغرب. شكرا ليك لو أنت شايف إنك خطر في الموضوع ده.